هذا هو مسار رحلة الخطوط الماليزية 370 الذي سجل حتى لحظة اختفائها فوق مياه المحيط، ونؤكد على أن مكان اختفاء الطائرة من مسار الرحلة هذا لا يعني بالضرورة مكان سقوطها، وإلا لكان بالإمكان العثور على حطامها في تلك النقطة. لكن هناك احتمالات أخرى، إذ أن من الممكن أنها هبطت إلى علو أقل من 30,000 قدم لسبب ما. هذا الموقع لا يسجل بيانات الطائرات على مستوى أقل من 30,000 قدم، أو أن جهاز تحديد الموقع في الطائرة أصابه العطب أو تم إطفاؤه. وهذا الجهاز وظيفته إرسال معلومات الرحلة إلى أبراج المراقبة الأرضية عبر الأقمار الاصطناعية، وليس من العادة إطفاء الجهاز لأنه يساعد الطيار على تفادي الطائرات الأخرى. لذلك فمن المحتمل أن الطائرة سقطت في مكان آخر. في الواقع القوات الماليزية قد تكون رصدت طائرة الرحلة 370 باستخدام نظام الرادار الخاص بها في موقع بعيد عن مسار الرحلة المعتاد، وهذا ما يزيد من الغموض حول القضية. فإذا كانت هناك مشكلة جعلت قائد الطائرة يغير من مساره، فلماذا لم يرسل نداء استغاثة؟ فقد كان لديه متسع من الوقت.